عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض الكاتشب في البيت بطريقة سهلة في منتهى السرعة. يلا نبدأ. معانا كيلو من الطماطم، قطعتها مكعبات صغيرة بالشكل ده، حطيت عليها ربع كوباية من المية السخنة وهسيبها على البوتاجاز. وصلت للقوام ده هحطها بقى في الخلاط او بالهاند بلندر، هضربها كويس وهصفيها بالمصفى، مش محتاجة اللي هيخرج منها ده. نقدر نستغنى عن الخطوة دي كلها ونستخدم صلصة جاهزة. لو بقى الطماطم بتاعتك لونها فاتح بالشكل ده، انا زودت 3 معالق كبار من الصلصة، هزود عليهم ربع كوباية من السكر، ربع كوباية من الخل، وهقلبهم وولع البوتاجاز. معايا عود قرنفل، 4 حبات من الفلفل الاسود الحصى، ومعلقة صغيرة من الملح. وتقدري تحطي فلفل اسود باودر، مفيش مشكلة. وهقلب. هنا بقى معايا بعد ما سبتهم دقيقتين على النار، هنا معايا ربع كوباية من المية، حطيت عليها نص معلقة صغيرة من النشا. ليه؟ علشان شايفة الحركة دي لما بتحطيها في الطبق كده لسه سائل، فعلشان نخليه يربط معانا ويبقى القوام بتاعه تقيل، فحطيت ربع كوباية المية على نص معلقة صغيرة من النشا، حطيتهم قلبتهم 3 دقايق بس على النار. شايفين قوامها كده مظبوط معانا. هشيل بقى الفلفل الاسود والقرنفل اللي كنت حطيتهم، طلعتهم بالشكل ده، وكده جاهزه معانا. هتبرد وهخزنها بقى في برطمانات، ودي الكميه بتاعتي. شلتها في التلاجة وتطلعها على الاستخدام. ما تنسيش بقى اللايك والشير. باي باي.